الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى قناة القرآن الكريم ومع برنامجكم هلا سألوا. وباسمكم جميعا أرحب فيه بصاحب الفضيلة معنا الشيخ والأستاذ الدكتور سعيد بويزي. شيخ سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. مرحبا أخي. ونسعد بالتواصل مع إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية 021 37 42 87 أو 021 37 45 64، ونسعد بتلقي المكالمات بعد بيان موضوع هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نجاح الأمم وصلاح البشر يعود إلى جملة ما يقوم عليه الناس ويقدمونه من فعل الحق وقول الصدق وفشو العدل. فإن كانت ثروتها من الحق والصدق والعدل كبيرة سبقت سبقا بعيدا، وإن كانت غير ذلك سقطت في هوة لا قرار لها من التهريج والخبط والادعاء والهزل، مما لا يغني فتيلا ولا يهدي سبيلا. وقد يسر الله لأبناء هذا العصر ما يسر من اكتشافات واختراعات في وسائل الاتصال وتقنياته، من أنواع الهواتف وشبكات المعلومات وقنوات البث وصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، مسموعها ومقروئها ومرئيها. فهذه الوسائل توفر الأوقات وتقصر المسافات وتصل بجميع الجهات والاتجاهات، وتستخدم في الصالحات النافعات، ولكن أساء البعض استعمالها فكانت شرا لأهل الشر في جلب الشقاء وزرع البغضاء وإغار الصدور وإشاعة الفتن بين طبقات الناس وفئاتها. الإعلام دكتور سعيد بين النقد الهادف والنقد الهدام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطلق على الإعلام السلطة الرابعة. نعم. أليس كذلك؟ ماي في يوم نعم حرية التعبير. إذن فهي سلطة رابعة تضاف إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ثم تأتي سلطة الإعلام. نعم. الكثير من الناس يخشون ويخافون من الإعلام أكثر من خوفهم من هذه السلطات، أليس كذلك؟ أكيد. ممكن إنسان يتجاوز بعض التجاوزات ويرتكب بعض الحماقات وربما يظلم إنسانا معينا، فلو قيل له سأشكوك إلى المسؤول الفلاني يعني قد يتمادى في الظلم ولكن إذا كان يعلم بأن الجريدة حاضرة، الإعلام بجميع وسائله، الإعلام المقروء أو الإعلام المسموع أو الإعلام، تصبح قضيته قضية رأي عام. نعم، قضية رأي عام، خاصة الإعلام ما يسمى بالإعلام الثقيل، الحقيقة كله ثقيل. نعم. والآن مع ما ذكرتم في مقدمة الحديث، بارك الله فيكم أخي محمد صالح، يعني هذا التواصل الاجتماعي، نعم، الانترنت وهذه الشبكات وهذا الشيء عجيب، قوة كبيرة في التواصل. صحيح. حقيقة أنه من إيجابيات هذه الوسائل توفير الأوقات وتقريب المسافات وتوفير الإمكانات، يعني هذه كلها إيجابيات لا تنكر. لذلك صدق علماؤنا حينما قالوا أن الوسائل لا حكم لها. يعني ما قدروش نقولوا هل يجوز الكاميرا أو الهاتف النقال أو الانترنت، لا، هذه وسائل أفرزها التطور العلمي التكنولوجي المعاصر، ولا ندري، ربما في يوم من الأيام بعد سنوات ربما نحتاج حتى إلى هذا الهواتف، ما تحتاج ولا أي شيء، ممكن بيني وبينك يعني رقم معين نقول 1 3 4 فقط، والأخ محمد صحيح يقول نعم طبعا إذا عشنا إلى ذلك الوقت. نعم. ممكن.
والخيال العلمي مسموح باش واحد يتخيل أشياء غريبة جدا، خاصة يعني مع هذه الثورة الكبيرة الإعلامية والتكنولوجية. هل كان السابقون يتخيلون ما نحن لا نحن فيه اليوم؟ أبدا يعني حقيقة يعني تطور مذهل، حقيقة تطور مذهل. وفي كل مرة يعني العالم يفاجأ بالجديد في هذه العوالم وفي هذه الثورات الفلكية والتكنولوجية والإعلامية والاتصال بالساتليت، يعني هيمنة كبيرة جدا. لذلك كبار اليوم يستخدمون هذه الوسائل من أجل فرض قيمهم وأنماط الحياة على الناس، ومن أجل فرض المبادئ، من أجل توجيه السياسات، من أجل زراعة القيم التي يريدون، من أجل أليس كذلك توجيه الشعوب وصناعة الرأي العام الذي يريدون. والآن الرأي العام يصنع. هناك مؤسسات كما تعلم أخي محمد صالح يعني تعمل على صياغة الرأي العام وعلى قياسات أو قياس الرأي العام واتجاهات الرأي العام، يعني شيء عجيب مذهل. لذلك أعود إلى القاعدة التي ذكرها علماؤنا، يقول لك الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد. الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد لا الوسائل، أما الوسائل فلا حكم لها. طيب، بدم قلنا المقاصد، هنا كما يقال مربط الفرس. الإعلام إذن لا ينكر أنه يعني أداة قوية تؤثر في كثير من مجالات الحياة يقينا، ولكن هذا الإعلام كما قلت في آخر مقدمتك يا أخي محمد صالح هو شر لأهل الشر وخير لأهل الخير. ولكن نحن مسلمون، ذكرنا المقامين، نحن مسلمون. لذلك لماذا لا نستثمر هذه الوسائل في البناء لا في الهدم، في التواصل الهادف المثمر لا في التواصل المدمر؟ لماذا لا نستثمر هذه الوسائل في النصيحة لا في الفضيحة؟ كما يقال أنه في فضائح الآن تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضائح كثيرة جدا، وقضايا الآن معروضة على مستوى أروقة المحاكم بسبب الاستغلال السيء أو الاستثمار السيء لهذه الوسائل. مدام الموضوع عن الإعلام، يعني نقدم بعض الإرشادات والتوجيهات. بعد هذا البيان الأولي أقول الإعلام لابد له من مراعاة بعض المعالم وبعض القيم، على رأسها تحري الصدق، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نكون من الصادقين، وأمرنا بالتبين كما يقولوا في عالم الإعلام. يعني لازم الخبر ينقل من مصدره، ماهوش هكذا يعني نقل دون تحري، دون تثبت، دون تحقق. ربنا يقول في القرآن الكريم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السؤال المطروح لو عدنا إلى واقعنا، كم من أخبار تتداول اليوم عبر الوسائل المختلفة يعني الإعلامية أقصد، ووسائل الاتصال أيضا لا أساس لها من الصحة. أخبار تتداول وفضائح تنشر ومعلومات توزع وتذاع يعني بشكل رهيب جدا، لا عندها علاقة لا بالصدق ولا بالتحري ولا بالتثبت ولا بالتحقق، قول وخلاص. وهذه كارثة كبيرة جدا. وطبعا ما الذي يحقق ذلك؟ الشعور بروح المسؤولية، هذه قيمة أخرى. لازم الذي يحمل القلم ويكتب، واللي يمسك هذاك اللوحة نتاع الكتابة في جهاز الإعلام الآلي، يعني لابد الكمبيوتر أو الحاسوب لابد أن يعلم بأنه راه مسؤول. كل إنسان مسؤول على كل شيء تكتبه يمينه، كل شيء يكتب بهذا اليمين نحن مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. لابد أن نستحضر ذلك، ما نخليوش الأمور عبثية. المهم واحد يكون عنده أهداف وأغراض معينة لا علاقة لها لا بالأخلاق ولا بالإيمان ولا بالدين، ويفعل ما يشاء. لذلك الشعور بروح المسؤولية في الحقيقة هذه قيمة من القيم وأخلاق من الأخلاقيات التي يجب أن تراعى، تضاف إلى الصدق. وكذلك الحياة، إذا كان الإنسان راه يعمل في مجال معين في مجتمع مسلم له أعراف، له تقاليد، له قيم، له يعني الإنسان اللي ما يحترمش أخلاق المجتمع نتاعو يعني كارثة. وأحيانا أخي محمد صالح بدعوى حطم ولا تكسير الطابوهات، نسمعوا بزاف هذا المصطلح. نعم،
يعني واش من الهم هذا يعني مادام طابوشني هذا ويعتقدوا باللي خلاص هذا الجيل وقت تجاوزه الزمن واحد كي يحشم يعتبروه رجعي يعني متخلف يقول فانا ويحشم مازالوا واحد يقول لك بيريمي واحد يقول لك ديمودي واحد يقول لك لا. هذه القيم الأخلاقية هذه لا تزول من خصائصها الثبات لا التغير. المبادئ لا تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتطور التكنولوجيا أبدا. يبقى الحياء حياء يبقى قائما إلى نهاية الدنيا. والاحترام احترام الناس واحترام الصغير الكبير واحترام الاحترام والتقدير هذه قيم لا يجوز إطلاقا أن تزول من حياتنا. لابد أن تكون حاضرة معنا في جميع مجالات حياتنا خاصة في هذا المجال الحيوي وهو مجال الإعلام. أكثر من ذلك الحياة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي قال في الحديث الصحيح يقول الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. هو الحياء ربطه بالإيمان. إذا كان راح الإيمان يروح الحياء، إذا كان راح الحياء يروح الإيمان. وقال في حديث آخر الحياء خير كله. وقال في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا استحضرنا هذه المعاني بأي حق الإنسان يدير إعلام تاع الإثارة يثير مشاكل ليس كهذا يؤدي إلى فتن وما يهمه ربما غير هذيك اللحظة يدير إثارة والسلام. ولكن ماذا بعد ذلك؟ علماؤنا قرروا أيضا قاعدة أخرى ذهبية يقول لك العبرة بالمآلات. بالقبالي نقولوا أمذن يتحزفن يتوالي غير الزداث مدينا أوال أذي وزن أن يتساوي ووال ذا والي أوال إزمر هذه السلوغ أما كان إزمر هذه زيزدي أوال أما كان إزمر هذه يفنو إزمر هذه يهود بالكلمة. الإنسان يدمر بالكلمة ممكن يبني بالكلمة. بالكلمة واحد يدير فتنة يدير حرب. ممكن بالكلمة يدير أمن وسلم وسلام. ممكن بالكلمة يصل بين الناس بالكلمة يقطع. كم من علاقة قطعت بسبب هذا الهم تاع فيسبوك هذا كم. ونقول الهم أنا قصد مانيش أقول الذين يستخدمون استخداما حسنا للتوجيه والإرشاد ونشر الخير. نعم محمد صالح جزاه الله خير قال هو خير لأهل الخير ولكن هو أيضا شر لأهل الشر. ولكن لابد أن يتسع الخير ولابد أن يضيق ويتقلص الشر. ويكفي أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني في النهاية يعني هو كم من مواثيق دارت مواثيق شرف تاع الإعلام أليس كذلك؟ نعم. على مستوى الدول يعني مواثيق شرف أخلاقية المهنة وكذلك طبعا كي نقول احنا شوف فقط في الإعلام حتى في مجالات أخرى بدأ موضوع الإعلام أتحدث عن الإعلام أخلاقية المهنة مهنة الإعلام وكذلك مواثيق الشرف ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش يعني زخم كبير. ولكن ما هي النتيجة؟ أحيانا ربما يخرجوا من المؤتمر مباشرة ويبدأ كل واحد يتيع على الآخر وكذا وكذا. والله ربي يستر يعني باش نقول ربي يستر. طبعا من المهم أن نذكر هذه الأمور العلمية الدينية الأخلاقية ولكن من المهم أكثر أن نعيشها في الواقع. اكتفي بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم تكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته. نعم. كثير من أهل العلم فسروها بالإعلام يعني سترى خبر عاجل يقلب الأمور تماما في كل البيوت في كل صحيح فتصير البلبلة والفوضى. لذلك لابد من هذا الدوز كما يقولوا هذا الشحنة وهذا نتاع الأخلاق والإيمان لازم تكون حاضرة بقوة. لماذا؟ من أجل على الأقل التخفيف وتقليص من دائرة الضرر. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. شكرا دكتور سعيد على هذه الكلمات وعلى هذا البيان لهذا الموضوع. معكم مشاهدينا الكرام ومع الاتصالات والأسئلة التي تتفضلون بها لفضيلة الدكتور سعيد بويسري. إذا نذكر بالأرقام الهاتفية 021 37 42 87 أو 021 37 45 64. هل في اتصال يا سيد أحمد؟ نعم سيد أحمد. نعم إلى ولاية الغواط معنا السيدة فطومة. السلام عليكم ورحمة الله. سيدة فطومة الظاهر أننا نفقد تواصلنا بفطومة. أم طارق من الغواط.
أم طارق. الو. السلام عليكم. ام طارق من فرنسا. من فرنسا. وي. وردني خطأ، معذرة، تفضلي. اسكو نجم نهضر بالقبيلية؟ لا كذلك، تفضلي. صحيح. مساء الخير شيوخ. مساء الخير، مرحبا لا بك. السولق هضره هكذا في زباين يتنطلق طوفيس كوم كريتيان وكمل غير باسكو نيغاك بس نتا il s'est jamais occupé de nous, يتجاير, il nous a déshérités, il nous a fait tout le mal. Et كان نروحو j'ai été رزقاس et tout. Mais des fois, c'est le rechonné, قرغس نغس deux fois وكيرحم ربي. غلطة وروح من الدماغ ولكن من الدماغ أبخي. اسكو صعيغ الذنوب من الدماغ ولكن اسكو كاسكو جو دوا فيغ اسكو إلا كرا يقمر. من مين يموت بابا في لسا فورمي؟ يموت le 12 janvier ياكي. وسام توفيس نحكي راك la dernière fois où il téléphone qu'elle l'a enterré comme chrétien. تمطوطيس دوريجين كريتيان، تمطوطيس يعني المسيحية. d'origine chrétienne, فنطليس comme chrétien. Il avait la croix sous l'est. Mais روحه بغير صغرى ينسنخ كم قرآن سنخ شوية الصورات من بعد مي بالغارزين ويفكرهولي وزري غار شهوغف وزري غار. معليش تصدرت ما تصديت الريثة وتما تصدر. بغي غاكيني اسكو قمغ ظلمغ مدني ولاقي. ستسمعني الجواب تصدرت ما تصدر ان شاء الله. صح. السلام. شكرا أم طارق. محمد من البويرة. السلام عليكم. السلام. نعم يا محمد. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. واش راك يا شيخ لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك يا اخ محمد. عندي سؤال الشيخ، نطرح نطرح واحد السؤال. تفضل يا محمد، تفضل. عندي قطعة أرض غلطوا لي فيها الكادر. واش داروك فيها؟ راك تسمع الشيخ؟ اخطاء كادستر غلطوا. ايوه والله يا شيخ راني من 2008 وانا نجري. من 2000 2000 و 2008 8 غلطوا لي، هما جاوا في 2004. غلطوا لك بالنقصان. عطيت لهم انا البلون. عداني البلون قسمه وديه وجاب الخبير قسمناه وكلش. ومن بعد بعثوا المحافظه الكادستر بعثوها للصور. كاين عكس الصور وبعث الملف انا ديته بيدي. نعم. قالوا لي راه غلط، راه الارض مشات. الاخ محمد بعد اذن الاخ محمد صلاح لو كان تخلي الرقم نتاعك مادام هذه في امور قانونيه نحاول ان شاء الله ساجتهد باش نتواصل معك ان شاء الله. خلي الرقم نتاعك مع الاخوه في العارضه التقنيه يكون افضل واحسن. الله يبارك فيك. شكرا. فاطمه من المنيعه. فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله. هذه الحصه ان شاء الله. يبارك فيك الله تعالى، تفضلي. ربي عندي سؤال للشيخ. تفضلي. تفضلي. عندي سؤال للشيخ محمد. تفضلي يا فاطمه، تفضلي. ما نعم. ربي شويه خارج على الموضوع. تفضلي. يرحم والديك. ربي انا عندي واحد المبلغ بتاع دراهم. نعم. مبلغ دراهم. راك تسمع فيا اخو؟ راني نسمع فيك مليح، فقط تفضلي بالسؤال يا فاطمه، الله يرضى عليك. عندي مبلغ نتاع دراهم صحه وحلفت لبنتي باش شرات به زيت. اليوم ومازال بحال ما راه كيفاش انا خفت لا يدور عليه الحول، كيفاش ندير نزكي عليه. فهمتني خويا؟ فهمت سؤالها؟ أعيدي سؤال. عندك مبلغ من المال؟ عندي مبلغ تاع دراهم سلفته لبنتي. نعم. بنتي شرات به زيت. ايوه. نعم. بنتي. يعني راكي تسألي ما عرفت راكي كيدور عليه الحول كيفاش نزكي عليه. نعم.
واضح. واضح إن شاء الله. سؤالك واضح يا سيدة فاطمة. واضح. يرحم والدك. والدينا والديك بسلامة. البليدة معنا الأخ جلالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس الحمد لله أخي. الحمد لله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ في سورة تاع الملك يقراها كل من باش يقراها برك. أعد السؤال. سورة الملك. سورة الملك نعم. كاين اللي يقول لك اقراها في الليل في النهار يعني شو الأجر تاعها؟ ما هو أجرها؟ يا بارك الله فيك شيخ. إن شاء الله تسمع الجواب. نعم. في استقبال المكالمات. نعم. إن سقهراس من معنا؟ رقية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. أهلا وسهلا. الشيخ راني في حيرة في مشكل. أنا وراجلي عندي 10 سنين متزوجة. نعم. عندي 10 سنين متزوجة. في ال10 سنين هذم وقعت طلقت 3 مرات. راجلي وقعد كل ما يتغشش يهددني بطلاق تخرج من فمه ما بالوش كيفاه يهدرها. كيف 3 مرات. 3 مرات. كيف يقول عندي لك؟ 10 سنين. كيف يقول لك؟ يقول لي روحي كي مطلقة. والله دوك أنا باش نزر حتى كي مطلقة. 3 سنين والله لباس علينا نحنا. قال روحي كي يحضر الشيطان وبعد كينا يندم. أنا في الطلقة الأخرى زي قال روحي مشني طاهرة. مشني طاهرة أنا. نعم. كانت علي العادة. وهو نادم بركة باش قال لي اتصلي بالشيوخ ويسقسيهم. وراه معك هل ولا لا؟ وقع الطلاق ولا لا؟ راه معك زوجك ولا لا؟ ها؟ زوجك معك ولا لا؟ لا ما كانش في الدائم. وهو راه نادم قال لي لازم ما تتصلي المهم تحكمي. شوفي المرة الأولى طلقك رمى عليك طلاق قال لك راكي مطلقة. ها؟ المرة الأولى رمى عليك أي. طلاق. ومن بعد كيف؟ ومن تمت بعد الرجعة. تمت والله ما الرجعة. سمعتك. المرة الأولى طلقك قال لك راكي مطلقة. ها نعم. نقول لها في العامين نقيله ولا 3 سنين. كي وبعد طلق كينا كي طلقك عاود رجعك ولا لا؟ لا ما عاودش رجعني. لقينا نورمال. يعني تمت العلاقة بينهما. ها؟ ثم الطلقة الثانية. والطلقة الثانية كيف كيف. رمى عليك طلاق. بعد 4 سنين ولا 5 المهم. ايه؟ يعني ملي تغشش الغش تاعو المهم يقول لك مطلقة ما عندوش هضرة واحدة أخرى هو. شيخ هذه لازم تتواصل معها. والاخرى في الطلقه الثالثه زي المهم قال لي زجزنا على حاجه هكا في الدار. قال لي روحي هاكي مطلقه. بعد كي ندم قال لي ما باليش كيف خرجت من فمي. مشكلة يا أختي رقية. مشكلة هذا الطلاق اللي مثل هذا النوع يحدث حرج كبير للمشايخ. نحن رانا متحيرين ضرك الشيخة. والمشايخ في حيرة أكثر منكم. ها؟ إذا أنتم في حيرة فكذلك شيوخنا أيضا في حيرة. يعني حتى مرات وأنا مش طاهرة قلت. إيه الطلاق في الحيض هذا ذوك يبين لك الشيخ يعني حكم الطلاق في الحيض. رانا متحيرين. الشيخ جزاكم الله خيرا. عندك أولاد. عندك أولاد يا رقية ولا لا؟ عندي زوج. عندي 2 بنات. ربي يكبرهم في الطاعة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. اليوم كما نقول اليوم زجزنا رمى علي الطلقة الثالثة. اليوم ثانية؟ لا هذه الطلقة الثالثة. اليامات كما زجزنا. نعم. الطلقة الثالثة ولمت غدوة كما كبرت شوية الحكاية وجم ليه وتعانضنا وياه. زاد قال لي ها روحي ياك مطلقة. في لحظة غش ما عبالوش هو وش يهدر. يبين لك الشيخ يا مخلوقة. هذه كما نقولوا نحنا الثالثة والرابعة مشني طاهرة. نعم. هاي صح. ربي ان شاء الله يستركم. بلح تخلي التليفون باش نهضر معهم. رقية. نعم. كنت تخلي رقم الهاتف يتواصل معك الدكتور. بحضور زوجها. نعم. لازم يكون زوجك حاضر. بحضور لازم الزوج. يحضر نسمعوا منه ان شاء الله. ان شاء الله. ما تقطعيش المكالمة يبقى معك الزملاء ياخذوا منك الرقم الهاتفي. رشيدة من تلمسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
شو عندي برشا أسئلة. تفضلي يا رشيدة. الأول كنت سألت ما فهمتش مليح. شو السؤال هو استقطاعية محيط خاطر بها يستخدم يكون نارفية ولا عندي تكتين نمشي نتوضا نشوف نقبل. رشيدة سؤالك اسمحي لي يا رشيدة، السؤال غير واضح. السؤال غير واضح، المكالمة لدي. أنا نتوضا أي نحب نتوضا ما نكون حيض أو كأنه نور أخذ الأجر دائما تقربا لله تعالى. نعم. حابة نعرفكم في حاجة من الناحية الدينية إثم ولا لا؟ فهمت؟ نعم. كملت. واضح إن شاء الله. السؤال الثاني ما حكم الزوج اللي يمنع الزوج تاعك تمشي تعزي ولا تمشي للأفراح؟ وش يمنع عليها؟ الزوج يمنع الزوجة تاعه كي تمشي تعزية ولا الأفراح نفس كيف تعزية والأفراح. الذهاب للتعزية والأفراح. نعم. واضح إن شاء الله. صح. بالسلامة يا رشيد. وهران معنا السيدة فاطمة. محمد. مرحبا يا فاطمة. عليكم الشيخ. أهلا وسهلا. عندي سؤالين الشيخ. تفضلي. السؤال الأول عندي أنا الأم تاعي عندها 80 عام كبيرة شوية. بالصلاة وتصلي بالجلوس، يقولها زعما نجم نصلي فيها قائمة قالت لي ما نجمش راني مريضة. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني عندي الوالد تاعي راه توفى عندها 10 سنين. كان فيه دين تاع الحانوت كنا نلزم من عندها كريدي. من بعد الوفاة تاعها أنا خلصت الدين هذا. خلصته. نعم. من بعد عاودت أنايا دروك راني خطرة على خطرة نشوفها. شفت هذا بتاع دايا بيضاء ويخرج حاجه تدود من النفاح. شفتيه في المنام؟ ولا شفتيه في المنام؟ واد دائما نشوفها في المنام. قلت بالك هذاك شنو دين ولا باسكو في الوفاه تاعه الاخوه العشره جابوا مصروف دين في الوفاه تاعه وداروا. اسكو هذا يتسمى زعما دين عليه هو ولا ما دين عليه هو ميت؟ انتم سددتوا الدين عليه؟ انا الدين تاعي سددت عليه على بالي سددت الدين تاعو. واضح ان شاء الله. فهمتني يا الشيخ؟ مفهوم. معايا صحيح الله يجازيكم خير ان شاء الله. واياك. ايوب السلام عليكم. الاخ ايوب. نعم. معي سؤال الله يفتح عليك. اهلا وسهلا. يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها. الحديث ذا وقع إشكال مع بعض الآباء والبنات التي يدرسن في الجامعة. لسوء فهم من الحديث. أرجو من سيادتكم التوضيح. واضح إن شاء الله. صح. بالسلامة يا أيوب. دكتور على بركة الله نبدأ في الإجابة على الأسئلة، ومع السؤال الوارد من مصطفى من البوليدة. سأل عن حكم بيع العربون، قول أنه استلم عربون لما باع السيارة، يسأل عن حكم هذا العربون. نعم. طيب الأخ مصطفى، أولا بالنسبة لموضوع العربون هذا معروف في أعرافنا. يعني واحد يروح يبغي يشتري سيارة مثلا أو أي شيء يقدم هذاك العربون، فإذا جزء من المال، فإذا تم البيع خلاص وتم كل شيء وتم استلام الشيء المبيع، يولي هذاك العربون هو جزء من ثمن السلعة. نعم. طيب ولكن في حالة والناس يقولوا له كي يقول لهم بعت، يقولوا له شديت العربون. شديت العربون خلاص العرف إذن خلاص تم العقد. من بعد هذاك المشتري يولي يبطل، عنده ظرف من ظروف ولا بدل رايه، يولي يقول لك خلاص ما نكملش، ما نشريش السيارة نتاعك. نتصوروا هذا المثال، شخص راح يبيع سيارته داخل السوق، عرضها للبيع، وجاء واحد آخر ساوموه إلى آخره، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن خلاص فراو وعطالوا العربون، وهذاك خلاص خرج من السوق لأنه بالنسبة للسيارة نتاعو تباعت. ولكن بعد مدة يأتي هذا المشتري كما في سؤال الأخ مصطفى ويقول بطلت ما نكملش ما نشريش. الآن صاحب السيارة هذيك اللي خذ العربون، هذا هو السؤال، هل يأخذ هذاك المبلغ ولا لا؟ ماذا قال الفقه الإسلامي في هذا الموضوع؟ بالنسبة لجمهور العلماء، جمهور الفقهاء
قالوا بعدم جواز أخذ ذلك المال، يعني لا يجوز أخذ ذلك العربون. عندهم أدلة على رأسها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربان، وفي رواية عن بيع العربون، جابوا حديث. نعم. طيب، والسبب الثاني أو الدليل الثاني، وهو دليل أيضا شرعي وعقلي، أنه هو أكل للمال بالباطل. لماذا هذا يأخذ المال بلا سبب؟ سلعته معه، سيارته معه، وزاد أخذ المبلغ، بأي حق يأخذ هذا المال؟ فهو من قبيل أكل المال بالباطل، وهذا لا يجوز. لذلك جمهور الفقهاء قالوا بعدم جواز بيع العربون هذا. ولكن كاين رأي آخر من باب يعني كما بعدين أعطي لك يعني التحليل الذي أراه في هذه المسألة. رأي آخر للحنابلة قالوا بأن هذا البيع صحيح، عندهم أيضا أدلة. نعم. الدليل الأول قالوا الآيات والنصوص العامة في القرآن والسنة. ربي سبحانه قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، على أساس أن العقود الأصل في العقود اللزوم، والأصل في الشروط الوفاء. نشرح. ربي قال في القرآن في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني تفاهمتوا، واحد دا سيارته للسوق وجا واحد ساومه متفاهمين، قالوا بيع لي سيارتك بكذا وكذا، وقالوا موافق راضي، خلاص. وفي الشريعة تتم العقود وتبرم بألفاظ اللافظين، يعني بلفظ اللافظ يتم العقد. العقد ما هو؟ اقتران الإيجاب والقبول. هذا كيقول له بيع لي سيارتك 100 مليون، هذا كيقول له موافق، خلاص. الكلام الأول الصادر من الموجب يسمى الإيجاب، وهو الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثار شرعي، أو بلغة القانون إثار قانوني. والطرف الثاني يقول وافقت أو قبلت. نعم. خلاص، باقتران الإيجاب والقبول فقد تم العقد وأبرم. طيب، ما بقي الآن إلا التسليم وشبه هذه الأمور، هذه عندها يعني تفاصيل في الفقه الإسلامي وكذلك في القانون الوضعي. الآن الحنابلة قالوا بأن اعتمدوا على هذه الآية، استدلوا بهذه الآية في سورة المائدة على جواز بيع العربون. الدليل الثاني المعروف عرفا كالمشروط شرعا، وكان يقول كالمشروط شرطا. إذا كان العرف يقضي بذلك، هذا هو العرف الجاري بين الناس، أن الناس تبيع. وكما قال أخوي محمد صلاح الآن كيقولوا فلان الشريط، يقول له أعطيته عربون، معنى إذا كعطوا العربون معنى خلاص يقولوا له مبروك عليك، أليس كذلك؟ معناتها تم العقد بينهما. هذا الدليل نتاعهم الثاني. الدليل الثالث هم ردوا على الدليل نتاع الجمهور، قالوا هذا الحديث اللي ذكرتوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، قل لك هذا حديث ضعيف في إسناده، يعني ضعفوه في إسناده. المهم هذه جملة الأقوال نتاع الفقهاء. إذن هناك رأي يجيز، هناك رأي لا يجيز. نعم. الآن نقول كنصيحة يا الأخ مصطفى وكتوجيه، من مكارم الأخلاق أنك ترجع له هذا العربون، لأنه اسمحوا لي بين قوسين من الحجج اللي ذكروها، قلت تفوت الفرصة، لأنه هذاك اللي جاب شي بيع وبعدين أخذ العربون، وبعدين هذاك المشتري نكث وعدل عن إتمام مشروع الشراء، فبالتالي فوت عليه فرصة. فبالتالي نقولوا هذه كتوجيه، لأنه إذا أخذت عربونك بصراحة، خاصة إذا كفوت عليك الفرصة وأنت متضرر وإلى آخره، إذا أخذت هذا العربون نفتك برأي الحنابلة وليس في ذلك حرج، وأقولها بملء الفم. ولكن من مكارم الأخلاق أنك ترجع له العربون نتاعو والسلام، فعاملته بالفضل ولم تعامله بالعدل، فأنت تجزى على ذلك خير الجزاء. دكتور، في مسألة العربون أحيانا يكون العربون صغير مبلغ بسيط، وأحيانا يكون مبلغ من الصفقة ثلث أو أكثر من ذلك.
أليس فيه تفريق؟ لا فيه تفريق. بارك الله فيك على السؤال الفرعي المهم جدا. لذلك يعني الافضل الحقيقه حاله بحاله، يعني اذا كنت انا اعطيه قواعد عامه باش الجمهور المشاهدين حتى يعني ياخذ الناس الحكم هكذا. بارك الله فيك، يعني باش يعرفوا واش موجود في الفقه الاسلامي. هذا من ناحيه المنهجيه، من حيث الامانه لازم نقول هذا الكلام. ولكن كما قال خويا محمد صلاح الان، يعني احيانا يكون مثلا السلعه تسوى 60 مليون، هو يعطي له 30 مليون نصف او 20 مليون معنى الثلث، ويجي هذا ياخذه كاملا. لا يعني لا، فيه ضرر كبير بصراحة. وفي مثل هذه الحالات كيكون النزاع يطرح على مستوى يعني الناس هكذا، يعني أهل الصلاح وأهل الخير، يقولوا له ما تاخذش المبلغ كله، ولكن ياخذوا جزء منه ويعطيه لهذاك الانسان، يعني يتضرر. يقول لك ضيع لي 10 ايام 15 يوم 20 يوم، ضيع لي 2 سواق 3 سواق وانا كنت محتاج وكذا وكذا، فوت لي فرصه. وربما هذا اللي يخليني نقول ممكن استعين بواحد العباره يقول الفقهاء: تغير الفتوى بتغير المستفتي، حاله بحاله، كا بار كا. ممكن تكون حاله، وخاصة إذا علمنا بأن الأمر فيه جزم وفيه، ثم أن حتى الذي لم يكمل لم يستمر في العقد بغير سبب جدي، يعني هكذا، يعني ما فبالتالي هنا نرتاح إلى أن نعم بعض الناس تفسد البيع. بارك الله، يفسدوا البيع. أما إذا كان الإنسان ربما قدموا مبررات، يقول لك صح أنا بنية خالصة، أعطيت لك العربون وناوي باش نشري السيارة، ولكن صار لي أمر هكذا مثلا، يعني ظهر لي سكن جديد نشريه وما عنديش سكنة، ولا مش عارف عندي مرضى في الدار، ولا عندي ناس يساوي لي أموال وطالبوني بالأموال، حبيت نخلص ديوني وهكذا. هذه المبررات لها وزنها في شرع الله عز وجل، يعني نقيلوهم. وهذه موضوع نتاع الإقالة أيضا عنده أيضا أساس في شريعة الله عز وجل. كان يدخل السوق سيارة ويأخذ عربون 5000 دينار و 6000 دينار ويبطل للطرف الثاني، ويبطل المبلغ صغير نعم، وعنده خسائر يعني وكذا. صحيح. كيف يكون الحكم؟ والله هل يرجع هذا العربون؟ والله يرجعه أفضل، ولكن خسر يا شيخ. من نكث البائع من المشتري؟ المشتري قال أنا ما نشريش. لا خلاص، يفقده نعم. تماما، يضيع عليه الفرص. نعم بارك الله فيك. نعم. مصطفى قال أحب تغميض العينين في الصلاة وأنا قائم أصلي. سي مصطفى خويا، تغميض العينين في الصلاة من مكروهات الصلاة، يعني من مكروهات الصلاة. واحد كيصلي بين يدي الله عز وجل ويغمض عينيه، ربي عطاله البصر، يعني علاش يغمض عينيه؟ بل من موجبات الخشوع أنه ينظر إلى موضع السجود، هذا الأمر مما يساعد على تحقيق الخشوع، والخشوع كما نعلم روح الصلاة. اتفقنا؟ الآن تقرر في الفقه الإسلامي أن تغميض العيون أثناء الصلاة من مكروهات الصلاة، معناه ما تبطل الصلاة، ولكن هذا مكروه، حكمه حكم الكراهة، إلا إذا كان يغمض عينيه لمقصد سليم شرعي، مثلا يعني باش يخشع، خاطر بعض الناس يعني كي يغمض عينيه يخشع، خاصة أحيانا ماهوش طول الصلاة، يعني مثلا يقرأ ثم يغمض عينيه أحيانا، إذا كان شاف أنه تغميض العينين يساعده على الخشوع وعلى التركيز على ما يتلوه، على التلاوة اللي يقراها، يعني هذا إن شاء الله ما فيش حرج. أو إذا كان يغمض عينيه لأنه فيه شيء أمامه يلهيه أو يشغله عن الصلاة. نقولها مباشرة، أحيانا واحد يصلي، خاصة تشوف بعض الشباب اللي لابسين واحد اللباس، شوف كأنها لوحة الإعلانات، لوحة الإشهار، يلبسوا تريكوات، يلبسوا يبان كلش. كما قال لي مرة واحد، قال لي كنت نصلي وقدامي واحد الشاب قال لي معمر ظهره كاع معمر، قال قريت آلي روتور، قريت كاع واش مكتوب في ظهره. وطبعا هو المطلوب أنه ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الظهر، ولكن قال لك الله غالب سي بلي فوري، ما عندها هذيك اللوحة الإشهارية بين قوسين في ظهره تلهيه. لذلك إذا كان الإنسان عينه ما قدرش يركز أنه هذاك الأمور اللي تلهيه وكذا باش ما يقراهاش وما ينشغلش بها، لا حرج باش يغمض عينيه. معنى إذن الأصل أنه يعني تغميض العين في الصلاة مكروه، ولكن الاستثناء ترفع الكراهة وتزول الكراهة إذا كان ذلك التغميض لسبب جدي كما أسلفنا. نعم. أم طارق من فرنسا. أم طارق من فرنسا. طيب نعم، أم طارق،
أولا فعلا تواصلتي معنا في البرنامج. الآن والدك الله يرحمه، حنقول كل واحد أفضى إلى ربه، نقول ربي يرحمه. مادام والدك مات مسلمة، حتى متزوجة مسيحية وماتت هي ودفنها بطريقة مسيحية، هذا شغله مسؤول عليه. ولكن احنا هذا مسلم، والمسلم تجري عليه أحكام الإسلام. هي وش سألت يا شيخ؟ هي كرهت المقبرة. نعم. إنه هو في حياته أهمل أولاده وضيعهم والحق بهم الضرر. نعم. كي وصلت المقبرة قالت لي، قلت محسوب يعني الدعاء له لا يرحمك، يعني ما دعتش له بالرحمة لأن هي ندمانة، فأجيب بالعربي ثم أترجم بالأمازيغية. فأقول يا أختي الفاضلة أنه باباك مسلم تجري عليه أحكام الإسلام ويستحق باش نترحموا عليه، نقول الله يرحمه. طيب سيدي، هو أهملكم وضيعكم، هو آثم يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول. يعني هذا إثم كبير. اللي يضيع أولاده عنده إثم كبير عند ربي سبحانه عز وجل، لأنه لو كان راه حي نحاسبوه، نوجهوه، نرشدوه، نذكروه. هو مات، مادام مات أفضى إلى ربه، يستحق باش نقولوا الله يرحمه. هذا واش يا أختي الفاضلة. أنت مادام قلتي له هذا الكلام يعني على قبره ندمتي، هذا الندم يكفي، والندم توبة. إن شاء الله كي ترجعي ليه مرة أخرى توقفي على قبره تقول له يا بابا الله يرحمك، هذا مكان، وادعوا بالرحمة لأهل تلك المقبرة من المسلمين جميعا. الشامين قلت ما أين يخدم ذام ذي ثوثرثيس دي الحياتيس يضيعيكون يهمليكون يضريكون، يسعى دنوف سيدي يا ربي، يسعى دنوف، يسعى لثم ذام قران ثوري دبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دنوفهم قران وين راه يضيعن الدرياس، خاطر يسعى المسؤولية زدث ربي زدث يمذان المرة إلاق هذه نفق في الأول إلاق أكون يحذر ولا قال أكون يضر. وربنا دي القرآن يوصيكم الله في أولادكم، من دلالة هذه الآية ما ذكرنا، يعني ربي توصيكم في الدريان وين. ولكن ثورنسا يموت ميثي وضض صازكاس ثني صور كي يرحم ربي ثورة ندمض اندماني إن شاء الله ثني التوبة كمي ثورة ميث واضح الزور ذا سنظن إن سيخ يعفو ربي يا بابا ذرو يسر الرحمة، خاطر يبضن دارنا وضيين يبضن دارنا وض خاطر راه مسم حضارة. يعني ذا شو تربح حضارة ذفاذم في النهاية ذفاذم ذرو يسر الرحمة أثي رحمة ربي ذاك المذي يموت السعيد راه ولاش شو السعيد يقرا حكم وليم في جرح السام ثني الدوالني ثورة ندمض ذاين، يعني ربي غفور رحيم كسغ لي وليم وثلاث يعفو ربي يعفو ينسل من مرة. نعم. أستاذ سؤال فرعي يا دكتور لو تأذن. نعم. طبعا. من كانت له زوجة مسيحية كيف يدفنها؟ كيف يدفنها؟ طبعا يدفنها وفقا للإسلام، لأنه الإسلام أجاز له أن يتزوج بها. نعم. والرجال قوامون على النساء، ومن مقتضيات هذه القوامة أنه هو صاحب دين، صاحب الإسلام، يعني صاحب الدين الحق. ما يلزمش كما بعض الناس بارك الله فيك على السؤال يعني يخضعوهم يقولوا انت مادام زوجت مرة مسيحية نهار اللي تموت ولازم تحضر الطقوس هذيك وندفنوها كذا وكذا. نعم. يدفنها والسلام، يدفنها مع النصارى، يدفنها مع النصارى، لأن المسيحية تدفن في مقبرة النصارى. نعم. تدفن في مقبرة النصارى، ولكن ما يخليش كيما يديروا هذه، والا يعني كما يقولوا ما يذوبش في هذيك الطقوس، وخاطر بعض الناس يعني يرغمون على ذلك، وحتى بعضهم يرغمون على أداء هذيك القداس قبل الصلاة، يعني قبل الدفن. حبيت نقول أن المسلم يبقى بعزته، وقد قال ربنا في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هي تدفن في مقبرة النصارى، هو يدفن في مقبرة المسلمين. وطبعا بالنسبة للمسلمين اللي عايشين خارج بلاد الإسلام، يعني في البلاد الغرب اللي عندهم إشكالات نتاع الدفن، يعني فتينا في هذا الموضوع فيما سبق، فلا مجال للإعادة إلا إذا ورد سؤال. في النهاية أرض الله، وكل واحد يحاسب في قبره حسب أعماله، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم، نسأل الله العافية يا رب العالمين. محمد من البويرة
قلت تواصل معه دكتور. نعم، مع ذلك نقول لك يا الأخ محمد الكاداستر يعني بالنسبة لمصلحة مسح الأراضي، أولا هناك أخطاء كثيرة تقع فيها هذه المصلحة. يعني لماذا الكاداستر كيجي قطعة أرض يسأل لي كانوا حاضرين ثم، وأحيانا تكون تصريحات خاطئة، يعني الخطأ بسبب التصريحات الخاطئة. هذوك اللي يكونوا ثم يقولوا انت من هذه الأرض، يقول هذا الأرض نتاعي ونتاع فلان، يذكر هو وخوه مثلا، وكاين اختو ولا زوج خواتات نتاعو ما ذكرهمش، فبالتالي في الكاداستر كتبوا أنه هذه الأرض مملوكة لفلان وفلان، فلان وفلان يشغلان هذه القطعة الأرضية. أحيانا يكون خطأ بهذا الشكل، أحيانا يكون خطأ بطريقة أخرى في الحدود، يقول حدود الأرض نتاعنا منا من هذا المكان، وهي ماشي منا في الحقيقة، راهم تجاوزوا الحد، راهم دخلوا في أرض الجيران في الأرض المجاورة، هذا أيضا خطأ. لذلك لابد من إجراء تصحيحات، وهذه التصحيحات تتم بطريقة الأخ محمد. الطريقة الأولى طريقة إدارية، والطريقة الثانية طريقة قضائية. لذلك قلت نتواصل معك عبر الهاتف إن شاء الله بعد الحصة إن شاء الله تعالى. الطريقة الإدارية تروح أمام المصلحة بالذات، وخلال عامين كما ينص على ذلك القانون الجزائري، وطبعا قوانين أخرى تختلف بالنسبة للمدة. حنا القانون الجزائري نتاعنا مدة عامين، عندك حق باش يكون دير تصحيح إداري على مستوى المصلحة المختصة، ولكن إذا كان بعد عامين باش تجري هذا التصحيح لازم عن طريق القضاء، وسأفيدك بالإجراءات القانونية في هذا الباب بعد نهاية البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. فاطمة من المنيعة، هل تزكي على المبلغ الذي أقرضته لابنتها؟ نعم. وقتي فاطمة من المنيعة، أنت كي أعطيتي سلفتي كما قلتي سلفتي لبنتك مبلغ من المال، سلفة قرض، طيب، ولكن هو كما قلت طبعا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني دار عليه العام. الآن كما يقول الفقهاء إذا كان هذا الدين من الديون المرجوة، يعني أنت واثقة أنه بنتك هذه ترجع لك المبلغ، مثلا إذا سلفتي لها 100 مليون سنتيم يعني مليون دينار جزائري، وطبعا بلغ النصاب بل تجاوز النصاب بكثير ودار عليه العام، واش ديري يا أخت فاطمة من المنيعة؟ مادام بنتك وانت واثقة أنه بنتك ترجع لك هذا المبلغ في الوقت المتفق عليه، أنت تزكي هذا المبلغ كأنه راه في يدك، تقول راه في يد بنتي ولا في يدي كيف كيف، وبنتي ثقة كاملة ستسدد الدين في الوقت المتفق عليه. تخرجي هذيك الزكاة، يعني 100 مليون سنتيم هذه تخرجي 2.5%، معناتها 25,000 دينار، معنى 2 مليون ونص. ولكن إذا قلتي لا أدري يعني خاطر كيما يقول كيما اللي يخدم عن خالته، هو يقول هذه خالتي ستكرموني، وهي تقول هذا وليد أختي يخدم باطل. إذا كان هي شكيتي أنه ممكن ما تسددش ما تخرجيش الزكاة، ربما ترجعهم بعد 4 5 سنوات 6 سنوات، كي ترجع لك هذاك المبلغ تزكيه مرة واحدة فقط، وهذه الطريقة تجزئ. نعم. الظاهر فيه مكالمة دكتور، مرحبا، نستقبلها وباختصار من الأخ المتصل. شريف تفضل أخي، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. شريف من قسنطينة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال، انا متزوجه تاعي، انا متزوج عندي 4 اولاد. نعم. عندي الزوجه تاعي انا كي نروح نخدم يجي واحد يدخل الدار عندي لهيه، قالت لي بلي راهو فاميلتي، وهو ديكوفريتو خاطي فاميلها تاعها خلاص، تخرج تسبني في الزنقه، نطيح لي قلقه في الزنقه، تجيني حبستني الخدمه الاولى، ودوك لقيت خدمه خلال زاد جاتني الخدمه باقيه تسب وطيح. انا والله ديك وديت منها بشي الحكم تاعها برك، هذا ما كان، حبيت تفسر هذا ما كان. واضح ان شاء الله. الله يكون في عونك يا شريف. واني حرمتها الشيخه. نعم. واني حرمتها الشيخ بالثلاث قدام الناس. راك عايش معها ولا راك منفصلين؟ انا راني عايش في بيت وهي في بيت. في دار واحده؟ في دار واحده هاي. واضح يا شريف، واضح. شكرا خويا، بارك الله فيك. دكتور،
حتى نجيب عن بقية. ما هو أجر سورة الملك؟ طبعا جلالي أخ جلالي في أحاديث نص يعني بشرت قارئ سورة الملك يوميا أو كل مساء، يعني مع اختلاف الروايات، عنده أجر كبير عند رب سبحانه وتجلب البركة وتدفع البلاء. اكتفي بها. قال هي المانعة تمنع عذاب القبر. تمنع عذاب القبر، يعني في الدنيا تجيب البركة، وفي الآخرة والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة، إن شاء الله تدفع عنك العذاب. هو الحديث فيها سورة من 30 آية شفعت في صاحبها فأدخلته الجنة. إن شاء الله تكون شافعة لك ولنا إن شاء الله، ونحافظ عليها يا سي جلالي. رقية بماذا تجيبها في موضوع الطلاق هذا دكتور؟ والله يا الأخت رقية سبحان الله مسوقة راس، عندك زوج بنات 10 سنوات زواج و10 سنوات زواج، وطلقك هذه المرات، قلتي كل ما يتغشش يعني كل ما يغضب ويطلق هذا. الآن هو اللي قال لك سألي واش يقول الشرع. طبعا احنا تمنينا لو كان يعني سأل عن حكم الشريعة بعد الطلقة الأولى، يعني ذلك أحسن. لو كان نسأل بعد الطلقة الأولى يكون الأمر ميسور، يكون الأمر سهل. ولكن الآن راهي الطلقات كما قال لك الأخ محمد صالح، يعني احنا أيضا في حيرة شديدة. يعني لماذا؟ حرج. نعم. في حرج شديد. ربي قال في القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له فلان هو طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد، قال لهم غضب وقال لهم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. ومثل هذه الطلقات الكثيرة والله ما تنفع يا أختي رقية. واش نقول لك الآن نحاول نجاوبك يعني على الطلقة هذه اللي قلتي اللي كانت في الحيض. نعم. يعني أفهموا أن الطلقة الأولى والثانية ما كانوش في الحيض، معنا طلقتان واقعتان في طهر. إذا كانت الطلقة الأولى تمت ثم تمت الرجعة، وتمت الرجعة سواء بالكلام أو يعني مادام خرجتي من الدار وكذا، والطلقة الثانية صافي طلقتان رجعيتان، وحينما تأتي الطلقة الثالثة يولي طلاق بائن بينونة كبرى، لا يجوز يعني باش تعيشوا مع بعض إلا إذا تزوجت برجل آخر زواجا شرعيا كامل الأركان والشروط، وبعد نهاية عدتك منه، سواء كانت العدة من طلاق أو من وفاة. يعني هذا هو حكم يعني طلاق البائن بينونة كبرى. ولكن الآن كي قلتي باللي تم الطلاق، الطلقة الثالثة هذه تمت في الحيض، يعني ما كنتيش طاهرة، هكذا قالت. نقول لك هنا جماهير العلماء أوقعوا هذا الطلاق، رغم أنه هو طلاق بدعي، ولكنه طلاق واقع مرتب لآثاره. ولكن الآن نقول لك بعض الشروط إذا توفرت سأفاجئك بالفتوى. شيخ إذا يعني في إمكان تواصلوا معها، معلش نقولها بسرعة إن شاء الله. نعم. الأمر الأول إذا كان رقة الدين، إذا كان الجهل بأحكام الشريعة. الأمر الثالث إذا كان ندم شديدا، والأمر الرابع أنه كانت الرغبة شديدة في المواصلة الحياة الزوجية. الأمر الخامس أنه يعقد العزم ألا يطلقك مرة أخرى. سأفتيك برأي ابن تيمية ومن وافقه بأن هذا الطلاق طلاق بدعي ولا يقع في حيض. أكتفي بهذا معناته. ولكن الأفضل مادام إن شاء الله خليتي الهاتف نتواصل معك ومع زوجك إن شاء الله بعد البرنامج. هل تتوضأ رشيدة ولو كانت على العادة؟ لأنها تحب ذلك. لا شوف يا أختي دائما. لا شوف يا أختي، لا أنت تطلبي الأجر. يعني الإنسان يطلب الأجر بالمشروع، بما هو مشروع. ما دام كنت أنت حائض وراكي في رخصة ورخص قررها الشرع الحكيم للمرأة الحائض، سواء ما تعلق الأمر بالصلاة أو بالصيام أو بإمساك المصحف أو شيء من هذا القبيل، أحكام يعني مفصلة. إذا إن شاء الله تجيب الأجر بأعمال أخرى، بالذكر بالتسبيح بالاستغفار وكذا. عندك طرق أخرى تجيبها أفضل من أنك تتوضاي، لأنه هذا لم يرد. نعم. زوجها يمنعها، أو حكم الزوج الذي يمنع زوجته من الذهاب للتعزية والأفراح مخالف للشرع، مخالف للأعراف، مخالف عليها سيدي. نعم. إذا كان كيف أنت لا الفرح لا القرح، أنت بنادم سبحان الله العظيم في التعزية تأدي واجب العزاء للعائلة نتاعك والعائلة نتاعو. نعم هذه من مقتضيات الحقوق الأخوة فيما بيننا وصلة الأرحام وكذا، وفي الأفراح كذلك. أما إذا كان منع بعض
الأفراح ربما لأمور معينة في تجاوزات وفي اختلاط شنيع وكذا، ثم نعم ثم يعني له مبرره. أما هكذا بإطلاق مطروح لا للفرح لا للقرح، لا، هنا راه مخطئ، لازم يراجع أموره. فاطمة أمها تصلي جالسة، عمرها 80 سنة طبعا تصلي جالسة. نعم، الأصل من أركان الصلاة القيام للقادر، يعني اللي يقدر باش يقوم لازم يصلي قائما يعني، ولكن اللي عاجز كما الوالده نتاعك تصلي جالسه، واذا ما قدرتش ولو على جنبها فهذا امر جائز. سددت عن والدها دينه. الله يبارك. النبي عليه الصلاه والسلام قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. ما دمتي سددتي الدين بارك الله فيك وجزاك الله خير. اما ذيك الرؤى اللي تشوفيها ما تقضي عليها ولا شيء، ان شاء الله فسريها بالخير وما تشوفيهاش بطريقه اخرى. دكتور نعم. ايوب من البيض وشريف من قسنطينه الأحد المقبل. أحد مقبل إن شاء الله أيوب، وأنت أيوب تصبر. نعم فاصبر. والشريف ثاني. والشريف أيضا. الله. نعم. إذا أشكرك دكتور سعيد، بارك الله فيك. أشكر إخواني وزملائي من كانوا معي في هذه الحصة. إلى اللقاء المقبل غدا إن شاء الله. السلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.